عربية النهاردة شخصية مميزة، ليها هيبة كده، تخطفك. لا هو بجد هي تخطفك بجد، مش هزار. محدش يعرف عنك حاجة. فيها جينات من الحرب العالمية الثانية. عربية كده مميزة مختلفة عن بقية العربيات. مش يلا بينا ولا ايه يا جماعة؟ اقدم لكم دارك. طبعا كلكم فاكرين انها ديفندر. لا، دي مش ديفندر، دي فيها تويستاية. ايه بقى التويستاية؟ مش هنقولها دلوقتي. الاول تعالوا نتكلم على تاريخ ديفندر واللاند روفر اصلا، عشان بعد كده هقول لكم ايه التويستاية في الموضوع نفسه. البداية اصلا جت من شركة اسمها روفر، والشركة دي اصلا كانت بتصنع عربيات سيدان وعربيات لوكجري، لحد ما جت هبت في دماغ الديزاينر مستر موريس وولكس، اسم كده يعني مهم، يعني خدوها كده يعني. المهم جه الراجل ده هبت في دماغه يعمل ديزاين لعربيه شبه بالظبط العربيات الويليز. طبعا ان انتوا تعرفوا العربيات الويليز دي العربيات اللي هي الجيب، كانت بتاعه الحرب العالميه الثانيه. عاوز اقول لكم ان العربيه دي اصلا اسطوره، كانت بتترمي من الطيارات للجنود في صندوق، وكانوا بيجمعوها في اولموست يعني الجينيس وورلد ريكورد لتجميع هذه السياره، تنزل من فكاكه في صندوق كانت في دقيقه ومش فاكر ونص مثلا. فانتم متخيلين حجم ان العربيه دي كانت اسطوريه، ان هم بيجمعوها ويركبوها هوب وينزلوا. اول اصدار لللاند روفر كان سنه 1948. عاوز اقول لكم ان سنتها كان الحديد غالي، ده بجد مش هزار، الحديد كان غالي. فتخيلوا يعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا الالمونيا من الطيارات المتهالكه من الحرب العالميه الثانيه عشان يصنعوا بيها العربيات اللي هي اللاند روفر بتاعتهم. تم الكلام ده كله في اول اصدار ليها اللي احنا زي ما احنا قلنا 1948، واتعمل منها اصدار تاني. طبعا طوروا منها اكتر شويه وخلوها بقت لاكجري سنه، واشتغلوا على العفشه واشتغلوا على المواتير ان هي تبقى اقوى شويه وان هي تبقى نوعا ما مريحه. طبعا هي في الاخر ما كانتش مريحه خالص، ولكن اتعدلت في الفيرجن الثاني او الجيل الثاني منها. جت بقى الجيل الثالث، وهو تم تصنيع او اول مسمى للعربيه الديفندر 1990 حتى 2016. فهي في الاول والاخر برضو كانت لسه ستيل عربيه ناشفه، عربيه سواقتها صعبه جدا. تحس ان انت راكب صندوق، الموضوع مش سهل خالص في سواقتها، ما كانتش تخليك ان انت حاسس ان انت راكب عربيه لاكجري قوي. لحد ما جت شركه اسمها تويستد. شركه تويستد دي شركه مخصوصه في التعديل، وان هي تحاول ان هي تخليها لك لاكجري جدا ومريحه جدا في نفس الوقت. من الاخر هتعملها لك على مزاجك يا صاحبي. طب هنا مكتوب شركه تويستد، وشركه تويستد اللي عملتها. طب ايه علاقه وايلد كات؟ هقول لكم وايلد كات ده اللي اسمه الايه؟ القط المشعوذ. دي الشركه الثانيه اللي عدلت العربيه، اللي هي اصلا شركه مخصصه في ان هي تعمل مواتير قويه للعربيات الرالي مع العفشه كامله متغيره، هي برضو اللي بتعدلها. فمن الاخر العربيه دي عامله زي جواز القرايب، شركتين عاملينها مع بعض طلعت عربيه عامله كده اهي. طيب انا دلوقتي عاوز اركز معاكم بقى في موضوع وايلد كات، الشركه اللي عدلت الموتور وعدلت العفشه، اللي هي اصلا متخصصه في تعديلات العربيات الرالي زي ما انا قلت لكم. اللي بيميز العربيه دي هو الموتور اللي فيها. الموتور اللي فيها ده موتور اسطوري، اللي كان بيركب على كورفات وبيركب على العربيات الامريكاني، اللي هو اولموست بيبقى 430 حصان، اللي هو LS3. ده موتور اسطوري. فغير بقى كده العربيه دي كمان مش بس، تعالى يا حاج محمد، مش بس ان هو 430 حصان، هو في سيكه زياده عشان بس ايه نروق على حالنا. والنتيجه اللي تاخدها من موتور زي ده راكب في عربيه حلوفه زي دي، لازم الكاركتر بتاعها يبقى كالاتي. سمعكم صوتها. دور يا برنس، اديني في الطيلمانه، اديني واحده كمان واحده
اديني بقى واحده فوق. مفيش بعد كده والله العظيم. عندي نقطتين هنتكلم عليهم دلوقتي. اول نقطه وهي الاهم، لان احنا خلاص وصلنا لاخر الفيديو، اولموست لاخر الفيديو. اولا العربيه دي اللي صنعها واللي تعب فيها واللي شقي فيها واللي شعره وقع منها اخويا وشقيقي وحبيبي وظهري وسندي الشقيق أباني. هو اللي راح وسافر وعمل وسوى، ويعني عانى. عاوز اقول لكم العربيه دي اتصرف عليها مصاريف غير الفلوس اللي اتصرفت عليها، اتصرف عليها مجهود مرعب فوق ما انتم متخيلين. ودي كانت عربيه أباني زي ما بقول لكم، فهو تعب فيها جامد قوي قوي، وفي الاخر اهداها لي. انا بس بشكره جدا جدا، واحب ان انا اذكر اسمه. هو طبعا ما بيحبش يذكر اسمه، ولكن انا لازم اذكر اسمه لانه شق الشقايق. نيجي بقى في النقطه الثانيه وهي تعتبر الاخيره في الفيديو ده. هل من وجهه نظري انا اصلا بحب الديفندر ولا لا؟ لا، عاوز اقول لكم انا اصلا مش من هواة الديفندر خالص، ومن زمان. ليه؟ بسبب اسباب كتير. لان عربيه ناشفه جدا، بالذات في الموديلات دي. عربيه ناشفه جدا، عربيه كانت ضعيفه قوي، كانت مواتيرها بتتكلم من 120 حصان لحد 170 180 حصان، وكانت اصلا تعتبر بمواتير ديزل. معظم المواتير كانت مواتير ديزل، فكانت مش من العربيات اللي انت هتركبها وتبقى مستمتع بيها. ولكن العربيه دي كيس مختلف خالص، لان هي موتور مختلف خالص، عفشه مختلفه جدا، مريحه جدا من جوه، عربيه مختلفه، وكانت تيون تعتبر من كل حاجه. فده السبب ان انا حبيت الديفندر. تعالوا بقى نتكلم في نقطه مهمه. هل العربيه دي هي اللي كانت متربعه في الاس يو في اللي هو الستايل ده؟ عاوز اقول لكم لا. عارفين ليه؟ لان اللي كانت متربعه وفضلت متربعه لحد النهارده هي الجي كلاس. الجي كلاس دي عربية فضلت متربعة من وقتها لحد النهاردة بنفس الشكل، ولكن كل حاجة فيها متغيرة. النهاردة بينزل منها 2026 بنفس الشكل، بس انتيرير ولا كلمة، عفشة ولا كلمة، هافي ديوتي وراحة من الآخر. انتظروا الفيديو إن شاء الله بإذن الله بتاعها قريب قوي قوي قوي. هعمل لكم فيديو جامد ليها، لان هي عربيه اسطوره، لازم يعني نصبح عليها كده في فيديو حلو. حبايب قلبي اشكركم جدا جدا جدا. مبسوط ان انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اشرح لكم على العربيه الديفندر، وان شاء الله انتظروا الفيديو برضو كمان ليها بس ان اكشن. شوفوا بقى ايه التخلف العقلي. حبايب قلبي، يلا سلام.